إذا شرع المؤذن في الأذان فأنت أفطر، لا تنتظر حتى ينهي أذانه، لأن ما معنى أذانه؟ أن الشمس غربت، لو لم تغرب الشمس لم يؤذن. فتأذينه عندما يقول الله أكبر هو لا يشرع في هذا التأذين إلا بعد أن تغرب الشمس. وأنا أقول هذا لأني كنت أرى بعض الناس ينتظر حتى ينتهي المؤذن من أذانه ليفطر، فهذا حينئذ يفوت عليه فضيلة تعجيل الفطر. نعم. لكن هنا قضية ينبغي الانتباه إليها. الآن في زماننا هذا يوجد نوع من المساكن لم يكن موجودا عند الأقدمين، وهي هذه العمارات. يعني الزمن يتقدم وهي تتقدم مع الزمن في العلو، تزيد ارتفاعا. ينبغي الانتباه لشيء، أن رؤية الشمس تختلف باختلاف مكان وجود الرائي. الذي يسكن في الطابق 30 غير الذي يسكن في الطابق الأرضي أو الطابق الثاني الثالث الرابع. هؤلاء جميعا إذا غربت الشمس فإنها تغرب عليهم في وقت واحدة، لكن هذا الذي يسكن في 30 أو في 40 أو في 50 هذا لابد أن يحتاط، لأن الشمس بالنسبة له هو لم تغرب بعد. وإذا كان في جهة يرى غروبها فإنه سيسمع الأذان من المسجد الذي يصلي فيه ويرى الشمس بعينه حاجبها الأعلى لم يغرب بعد، ما زال دقيقة أو أقل أو أكثر بقليل ثم تغرب. فيحتاط لهذا. الذين يسكنون في الأعالي هؤلاء ينبغي أن يحتاطوا لمثل هذا. الناس المتقدمون كانوا يتكلمون عن هذا لا في المساكن لكن في الأرض. مثلا يقول رؤية صاحب الجبل غير رؤية الذي يسكن في الوادي. فلو أن قبيلة مثلا واحدة بعضهم يسكنون على جبل وبعضهم يسكنون في سفح وادي والمسجد في سفح الوادي، فإذا أذن هؤلاء الذين في سفح الوادي لا يفطرون من في رأس الجبل، لأنه الشمس. وهذا شوف أنتم تفهمونه جدا عندما تركبون في الطائرة. أنا أذكر لكم شيئا عجبا لعلكم لم تسمعوا بمثله من قبل. كان يقع لي في رمضان في سنة من السنوات، في سنة يعني في زمن ما كنت أركب في الطائرة كل يوم جمعة. الطائرة يعني رحلة في داخل المغرب. إقلاع الطائرة في 6 مساء، المغرب أذانه في 6 مساء، يعني تتحرك مع أذان المغرب. طبعا يؤذن المغرب ونحن على الأرض فنعطى ما نفطر به، فإذا طارت الطائرة رجعنا نرى الشمس. هذا ما لست أحدث به، هذا كان يقع لصاحبكم. فهذا لتفهم